لماذا أريد أن أغير مسطرات حالة التلبس في الخيانة الزوجية؟ لأن حينما نجد امرأة ورجل في خيانة زوجية إلا لقيناهم وبغينا ندير لهم متابعة ندير لهم متابعة، ولكن لاش هذيك الهاي الله وتشويها وكل شيء، وعندها ولادها في المدرسة وعنده ولادو في المدرسة، والولاد اش داروا مساكن اللي غادي تمشي غدا للمدرسة تقول لهم امك لقاوها وباك لقاوها. كثر حنا جوج الأطفال نطحروا ما نتكلم عليهم حد بهذا السبب. فعزيز باها هي وامها هي وخوتها وكل شيء، وخوته هو وباه هو ومو هو وكل شيء، العائله كتمشي ضحيه انه حنا ما درناش الاجراءات وفقا للقانون، مشينا دخلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك 4 شهود، حنا كيجي واحد انسبكتور دو بوليس ويدير لك محضر وتبت عليك الواقعه. 4 قال لك واذا جاء 3 ولم ياتي رابعهم جلد ال3 ومنعت شهادتهم ما داموا احياء. حنا كيجي انسبكتور دو بوليس ويجي يقول لك اسيدي لك واحد المحضر توقعوا دوز لهاد الجي. وصلوا للقبله قال لك يا خيانه زوجيه، انا سلمت على شي مرة بلوجه يجيبك بالخيانه الزوجيه. داروا المراسلات هنا الواتساب تصيفط شي صوره. على كل نعقدوا هذه الامور، انا ما فهمتش علاش عقدوها. عندك مشكل حل المشكل مع هذوك الناس المعنيين، ما تحلش المشكل على ظهر الناس ما عندهم علاقه مساكن، العائله والاقارب والابناء والاطفال صغار في المدارس تيدخلوا في الصباح للمدرسه وتيبقاو تابع لهم الدراري الصغار. كاينه جات عندي شي ام تورطات في هذا الشيء، ما قادراش تمشي للخدمه، ولادها ما تيدخلوش للمدرسه، وما دار بهذوك الدراري. تنقول لهم حتى تعتقلوهم غير استتيروا اعتقلوها وديروا المتابعه. تيلي بلوس، تميز ومصداقيه.